سلام، مرحبا بكم في شرح الفصل الخامس من فن اللامبالاة. انت في حالة اختيار دائم. تخيل ان شي واحد هز عليك السلاح وكيقول لك خاصك تجري 42 كيلومتر في اقل من 5 ساعات والا غيقتلك ويقتل الاسره ديالك. شحال هذا الاحساس خايب. وتخيل انك بخاطرك شريتي تبرديله جديده وملابس ديال الرياضه وتمرنتي وتعذبتي شهوره باش تجري نفس المسافه في سباق الماراثون، وعائلتك واقفه معاك وصحابك كيشجعوك. اكيد الا فزتي غتكون من اجمل اللحظات اللي في حياتك وغتكون مفتخر براسك. راه المسافه هي نفسها في كلا الحالتين، وانت نفس الشخص اللي غادي يجري ونفس الجهد اللي غادي تبذلو. ولكن في الحاله الثانيه انت اختاريتي بمحض الاراده ديالك والنتيجه كانت حدث متورخ في حياتك وكتفتخر به. اما في الحاله الاولى فكان بزز منك وما كانش بخاطرك، والنتيجه غتكون تجربه مخيفه بزاف ومن اكثر التجارب الما في حياتك. وغالبا هذا هو الفرق اللي كيكون بين المشاكل المؤلمه والمشاكل اللي كيزودوا لنا الطاقه الايجابيه. وحده اختاريتيها وحده تفرضات عليك. اكيد كلكم دزتوا من ظروف كانت تحت السيطره ديالكم او خارج سيطرتكم، ظروف نتوما ما كان لكم حتى يد فيها. مثلا تصابيتوا بمرض مزمن منعكم انكم تمارسوا حياتكم الطبيعيه، او لا حادث فقدتوا فيه عضو من الجسم ديالكم او حاسه من الحواس. وبزاف ديال الظروف اللي ما عندناش يد فيها. كاين اللي فقد الاب ديالو والام او الاخ او الصديق، وكاين اللي فقد الزوجه ديالو او لا انفصل عليها، وكاين اللي خسر الثروه ديالو. وبزاف ديال الظروف ما يمكنش تحصرها واللي ما تقدرش تتحكم فيها، ولكن انت عليك مسؤوليه ردة الفعل ديالك تجاه هذه الظروف. كاين اللي كيولي لهم الظروف واي حاجه دارها او ردة فعل يقول راه بسبب هذه الظروف. كيقول مارك مانسون ما نقدروش نقولوا ليه علاش كتحط اللوم على الظروف ديالك، ولكن غادي نلوموك على مسؤوليتك واللي هي التصرف او ردة الفعل ديالك تجاه هذه الظروف. انت مسؤول عن اختيار ردة الفعل ديالك، حيت دائما كيكون عندك اختيار، يا اما تستسلم او لا تقاوم وتناضل. عطى مارك مانسون مثال من ارض الواقع. ويليام جيمس من الاشخاص اللي واجهته ظروف قاسيه جدا، وواخا تزاد في عائله ثريه الا انه ملي تزاد وهو مريض كانت عنده مشكله في العينين لدرجه انه كان اعمى لواحد الفتره، وكان عنده مرض في كرشو واللي خلاه يتقيا بزاف. وبزز منه كان متبع نظام غذائي صعيب بزاف، وكانت عنده مشكلات في السمع وتشنج في الظهر ديالو لدرجه انه كيبقى فتره طويله ما يقدرش يجلس. تخيل انه ما كانش كيقدر حتى ينوض. وبسبب هاد المشكلات الصحيه دوز اغلبيه ديال حياته في الدار، ما كانوش عنده صحاب وما كانش كيقرا مزيان، وكان كيدوز غالبيه الوقت ديالو في الرسم. كان الشيء الوحيد اللي كيرتاح ليه، ولكن لسوء الحظ فشل في انه يكون رسام. وطبعا حيت هو من عائله ثريه وكانوا عنده جوج الاخوت واللي حققوا بزاف ديال النجاحات. خوه ولا روائي وصاحب شهره عالميه، والاخت ديالو إليس جيمس كانت كاتبه ومؤلفه مشهوره بزاف لدرجه ان باه كان كيستعر منه وكيعتبر الشخص الوحيد الفاشل في العائله. وفي اخر فرصه باش باه ينقذو من الفشل اللي هو غارق فيه، قرر يدخل كليه الطب بجامعه هارفارد بالواسطه وبالمعارف ديالو. قال ليه هذه فرصتك الاخيره، ولا حتى هاد المره ما نجحتيش فانت ما بقاش فيك الامل. ولكن هو للاسف ما كانش مرتاح وما عجباتوش دراسه الطب وحس براسو بحال الا كيمثل. فقرر ويليام يخرج من الجامعه، وهذا الشيء عصب الاب ديالو وغضب عليه، ومن الجامعه قرر يسافر للبرازيل باش ما يواجهش الاب ديالو. هذا الشيء وقع في القرن التاسع عشر. وقتها كان السفر بين القارات حاجه صعيبه بزاف وفيها بزاف ديال المخاطره. قال ويليام انا بغيت نعيش المخاطره في غابات الامازون، وواخا هو مريض سافر وتمكن من انه يوصل. ولكن للاسف مرض تما لدرجه انه كان غادي يموت، ورجع الالم ديال الظهر ديالو لدرجه ما قدرش يتمشى، وافراد البعثه اللي مشاو معاه تخلاو عليه وكملوا طريقهم. ورغم كاع هذا الشيء نجا. وكانت الصعوبه في انه يرجع، دوز شهور وهو كيحاول انه يرجع، وواخا كانت قاسي عليه الا انه تمكن يرجع في اخر المطاف. واستقبلوا الاب ديالو اللي كان غاضب عليه بزاف، واللي حسوا انه انسان فاشل وما فيه حتى امل، خصوصا انه ما كانش صغير وكان كيقارب 30 من العمر ديالو. زاد احساسه بالفشل وتصاب باكتئاب عميق لدرجه انه ولا كيفكر في الانتحار. هنا ويليام شخصيه عانت بزاف من الظروف المحيطه به واللي ما كانش عنده يد فيها، ولكن تحطت قدامه اختيارات. وباش تعرف اننا مسؤولون عن رده الفعل ديالنا، ويليام قبل ما ينتحر او يختار انه يستسلم وينهي حياته كان كيستمع لدوك الايام لواحد الفيلسوف واللي اثر فيه بزاف وعطاه امل ولو صغير، وقرر بينه وبين راسو يعطيه فرصه عام واحد، اما ينجح فيه واما ينهي حياته.
وينتحر. وقال ويليام هاد السنه غادي نلوح على راسي مسؤوليه اي حاجه توقع ليا كيف ما كانت الظروف ديالي. سمعوا مزيان، ويليام جيمس قرر يعتبر راسو مسؤول 100% على اي حاجه توقع ليه في حياته، وفي عام واحد غادي نتقاتل باش نغير حياتي للافضل. الا فشلت فغادي نستسلم وغادي نوضع حد لحياتي. واللي وقع بعد هاد السنه انه غير الحياه ديالو ولا عالم مشهور من الاعلام الامريكيه ليومنا هذا. ويليام جيمس هو فيلسوف امريكي ومؤرخ وطبيب علم نفس، ترجمت الاعمال ديالو لعشرات اللغات. هذا هو ويليام جيمس. كانوا قدامه جوج ديال الاختيارات، يا اما ينتحر ويموت يا اما يولي هذا الشخص اللي حنا كنهضروا عليه. فحياتكم كلها هي نتيجة قرارات اتخذتوها في الماضي، وأي حاجة غتعيشوها في المستقبل هي نتيجة قرارات واختيارات غتختاروها اليوم، واللي الله سبحانه وتعالى عطاكم الفرصة أنكم تختاروها. فأنت في حالة اختيار دائم كما قال مارك مانسون. فمثلا تصور انك حليتي الباب ولقيتي وليد صغير محطوط في الباب. هذا ظرف انت ما عندك فيه حتى دخل، ولكن انت دابا مسؤول على القرار ديالك. يا اما تاخذوه وتتبناه وتربيه واكيد غادي تواجه بزاف ديال المشاكل، ويا اما تاخذوه لدار اليتامى وحتى هذا القرار غادي ترتبوا عليه بزاف ديال المشاكل في المستقبل. يعني فيك انت مسؤول دابا على هذا الولد الصغير. حتى الا درتي راسك ما شفتيش فغادي يوقعوا مشاكل في المستقبل انت اللي مسؤول عليهم. ومثال ثاني، القاضي اللي في المحكمة كيحكم في قضية ما عنده فيها حتى دخل، ما كيعرف لا الظالم ولا المظلوم وما عنده حتى دخل في الجريمة اللي وقعت كيف ما كانت، ولكن هو مسؤول عن اتخاذ القرار والقضاء في هذه القضية. والقرار اللي غادي يتاخذ والحكم ديالو غادي يأثر في بزاف الأحداث في المستقبل كيف ما كان القرار اللي غيتاخذه. وهذه هي المسؤولية اللي هضر عليها مارك مانسون. وانتم عكسوا هذا الموضوع على ريوسكم. طرات لكم ظروف نتوما ما كان لكم يد فيها، ظروف قيدتكم في خدمتكم في حياتكم ماديا ولا جسديا ولا اجتماعيا، ولكن نتوما مسؤولين على ردة الفعل ديالكم تجاه هاد الظروف. اما تستسلم ليها ولا تقلب وتقاتل باش تلقى طريق تنجيك منها وتوصلك لبر الامان. واي اختيار غتختاروا اليوم غادي يأثر على حياتك في المستقبل، وانا اكيده انكم دزتوا من بحال هاد المواقف. وإلا جلستوا مع راسكم غادي تكتشفوا المواقف اللي استسلمتوا ليها والمواقف اللي واجهتوها. ما كاينش شي واحد ما فقدش شخص عزيز عليه او صحته او خدمه او فلوس او اي حاجه. المهم انك خرجتي منها بواحد من هذه الاختيارات. اذا عندك الحق تلوم الظروف ديالك قد ما بغيتي، ولكن تاكد انك مسؤول على اختيارك وعلى رده الفعل ديالك. وكيقول مارك مانسون الفرق بين اللوم والمسؤوليه، اللوم كيكون على شي حوايج دازت في الماضي سالات وما بقاتش، ولكن المسؤوليه هي على الحوايج اللي غطرى لك في المستقبل. وهاد الهضره حقيقيه جدا. الظروف ديالك اما تخليك تستسلم ليها ولا تكون هي الدافع اللي كيدفعك للتغيير والنجاح في حياتك. حتى لهنا غنكون ساليت الفصل الخامس من كتاب فن لا مبالاه، وفي الغالب بقيه الفصول غنحاول نجمعها لكم في فيديو واحد. شكرا على حسن الاستماع وشكرا على وقتكم اللي ما كيتقدرش بثمن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.